مالكش دعوه به يا مالك، روح يا محمود. بس الراجل بدل ما يقول له مالك بمحمود يا مالك، مالك ومال مالك. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، واتمنى تكونوا مهتمين بعبادتكم قبل المسلسلات. رمضان اللي فات اتكلمنا عن ابو صابر المداح، وبعد سنه في حلقه النهارده هنتكلم عن ام صابر او يعني مرات ابوه الحاجه صفاء، وهنبني على الاحداث من الحلقه الاولى لحد الرابعه، وهنعرف النظريه بتقول ايه عن التويست اللي اكتشفناه في تاني حلقه، وهل الحاجه صفاء هي فعلا مبعوثه من سميح الجلاد بهدف انها تسيطر على صابر من ايام جدوده لحد دلوقتي، وهل فعلا ستات عيلتها كلهم مكلفين بنسل صابر وجدوده ولا كان مجرد كلام تشكيك من سميح، وهل اصلا صفاء اللي شفناها هي مرات ابو صابر الحقيقيه، وهل هي بني ادمه اصلا ولا هي كائن غير بشري. بس في البدايه اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان تشوف حلقات تانية في المستقبل ان شاء الله. ويلا بينا في البدايه انا مش فاكر كفايه تفاصيل الاجزاء السابقه من المداح، بس خلينا نركز في الاربع حلقات اللي فاتوا من الموسم ده. بيبدا الموسم الجديد بمشهد سنه 666 لواحده بتولد وبيحتفل بولادتها قبيله تبع سميح الجلاد او قزح، وبتولد الست دي طفل شيطاني، فبيروح سرمد اللي من الطيبين وكبير القبيله اللي منها تاج اللي بتساعد صابر في الحاضر حاليا، وبيبلغ المنتصر جد صابر بان الشر بيتولد ولازم يتوقد، فبيروح المنتصر بسيفه يدخل على الست دي ويخلص على مولودها الشيطاني. وبعدين بنرجع لاحداث الحاضر. صابر المداح بعد ما بينتصر على كل اعدائه في الموسم اللي فات وبيحبسهم، بيفوق يلاقي نفسه في المغرب، وبيلاقي سرمد بيقول له انه كبير قبيله تاج اللي كانت بتساعده وتعاقبت في الموسم اللي فات، وبيقول له سرمد علشان تحرر تاج لازم تضحي بكل قدراتك والهبات اللي عندك، فبيوافق صابر ردا للجميل. واول ما بتتحرر تاج بيظهر سميح الجلاد او قزح اللي كان مهزوم من موسمين لما انتصر عليه صابر باستخدام سيف جده المنتصر، وبيبدا يتشفى سميح في صابر. وبالمناسبه في المشهد ده تمثيل يسرى اللوزي صعب قوي. بيرجع صابر الفيوم واهل البلد بيقولوا له ان مر سنه على غيابه وهو مش مستوعب ده، وبيقولوا له كمان ان الحرايق قامت في البلد على مدار السنه اللي غاب فيها، ومن ضمن البيوت اللي اتحرقت هو بيت، وبيقولوا له كمان ان ابنه مات في الحريقه وان بقى اهله ما يعرفوش عنهم حاجه، وبيقولوا له كمان كلام غريب زي ان ابوه سلام لسه عايش. وبعد كده بيقولوا لصابر انهم شافوا اخوه حسن في سيدنا الحسين، فبيسافر صابر على هناك، وهناك بيظهر له شبح اخته فبيمشي وراها، وبيدخل البيت فبيلاقي اموات المواسم السابقه كلهم موجودين، وبيعملوا له عرض مسرحي كده علشان يخوفوه احتفالا بان قدراته اتسحبت منه. فبيلاقي صابر اخته واخوه وامه والحاج غالب واخوه حسن، بس حسن بيكون عايش. وبعدين بيدخل عليه سميح الجلاد وفي ايده الحاجه صفاء مرات ابوه وفي ايدها ابن صابر، وبيبدا يحكي سميح القصه من البدايه. بيحكي سميح لصابر ان سنه 666 كان في بينه وبين قبايله من الشياطين سلام مع جده المنتصر بعد حروب كتير، ولكن المنتصر بيخالف معاهده السلام اللي بينهم عن طريق انه بيخلص على المولود الشيطاني بسيفه في عقر دار قزح. وهنا بيقول قزح او سميح انه كان عامل حساب من قبل ما المنتصر يخلف العهد، وكان مجهز ستات من نسل عيله الحارس علشان يحملوا عهد قزح وباقي الشياطين عن طريق انهم يلازموا ويراقبوا ويسيطروا على المنتصر وباقي نسله. واول ما العهد اتخلف بداوا ستات عيله الحارس في ملازمه نسل المنتصر مرورا بجاد جد صابر لحد صابر نفسه. فكده الحاجه صفاء وفقا لكلام قزح هي من ستات عيله الحارس، واتجوزت الشيخ سلام ابو صابر عن اصل، وكانت مدسوسه عليه نتيجه عهدها مع قزح، واتجوزها سلام وهو ما يعرفش، وهي وسوست له انه يربي صابر اللي خلفه من الحرام بعد ما وسوست لام صابر انها تسيب صابر على باب الجامع اللي بيصلي فيه سلام. وكمان وسوست سلام انه يفتح المندل بصابر علشان يستفيد من قدراته في السحر كنوع من زرع الشر في صابر من صغره. وهنا بقى لازم نتوقف ونميز المنظور اللي بتتحكي منه الاحداث. المشهد الافتتاحي في اول حلقه بنشوف الست اللي بتولد الطفل الشيطان، وبنشوف سرمد بيبعت المنتصر يخلص عليه ويخالف معاهده السلام. ده بيتسرد من منظور صادق لانه مش بيتحكي على لسان حد، انما احنا بنشوفه من منظورنا كمشاهدين، فدي احداث حقيقيه حصلت في المسلسل. وكذلك المشهد اللي بنشوفه فلاش باك برضو لقزح او سميح وهو بيقدم فروض الولاء لكيان محبوس في جبل، وبيقول له المنتصر غلط غلطه كبيره بس احنا كنا سابقين ومجهزين ناس تحمل العهد. يبقى الثابت في الحدوته ان المنتصر نقض السلام اللي بينه وبين قزح وباقي الشياطين، وان قزح كان مجهز ناس تحمل العهد من بدري احتياطي علشان يلازموا نسل المنتصر. لكن تكمله القصه اللي بتتحكي على لسان سميح قدام صابر فهي قابله للتكذيب والتشكيك لانها بتتحكي من منظور عدو صابر في اول المسلسل. يبقى النظريه دورها تفصص الكلام اللي حكاه سميح وتشوف مدى صحته. واول شيء خالص النظريه بتقول ان الست اللي ولدت الكيان الشيطاني هي بني ادمه بشريه عادي جدا، انما اتحالفت معاه وخلفت من حد منهم، والمنتصر علشان يحارب الشر ده اللي هو ناتج عن انسان وشيطان نقض العهد وجلب الخراب على نفسه وعلى نسله لانه مش بيقبل يشوف الفساد. تاني حاجه بنتوقف عندها هي صفاء، هل هي كده انسيه ولا كيان تاني؟ لما بنشوف كل الستات تقريبا اللي بيلازموا نسل صابر من جديد وصولا ليه شكلهم ثابت، شكلهم كلهم على شكل الفنانه حنان سليمان، فبناء عليه بنستنتج انها مش بني ادمه. وبيقابلنا ادله اكتر تقول انها بني ادمه برضه، ان التشابه ده ناتج عن مجرد وراثه او ملامح او
او جينات او نسل بتتنقل من جيل لجيل. فانا بميل لرايي انها بني ادمه. ومن الدلائل اللي بتثبت برضو انها بني ادمه ان سميح نفسه قال عنهم من عيله الحارس مش من قبيله. كمان لما كان بيحكي سميح وبنشوف الفلاش باك بنلاقيه مرصص ستات كتير من العيله وبياخد عليهم الميثاق علشان يحملوا العهد، مش ست واحدة وبتتكرر على مدى العصور سواء بتكبر او تصغر. كمان من الادلة برضو انها انسانة، ان سلام جوزها كان ساحر، ولو ما كانتش انسانة كان اكتشف ده. كمان كان زمان تاج وعماد اكتشفوا لو هي مش بني ادمة وقالوا لصابر. وكمان من الادلة انها كانت بتتعرض لاذى وبتستغربه وبتخاف منه اغلب الوقت، مش اذى من مليكة في الموسم اللي فات وبس زي ما قال سميح، انما كانت من اول موسم خالص وهي بتتعرض لهلاوس واصوات وحاجات تخوفها، وحتى تتلخبط بين صابر الحقيقي وصابر اللي كان بيظهر لها بهدف انه يخوفها هي، وما كانش بيظهر عليها اي قدرات خارقة او مناعة من ده. بس لو هي كانت مدسوسة على صابر من سميح طول العمر ده، ازاي كانت بتذكر ربنا وبتصلي وبتتأذي وبتخاف وبتدعي لابنها، وكل ده في مشاهد كتير لوحدها على مدى ال5 مواسم اللي فاتوا؟ يعني من منظورنا الشخصي كمشاهدين، يعني مش هنقول ان هي كانت بتعمل كده قدام ابنها فقط علشان تمثل قدامه وتخوفه، انما كانت بتبقى لوحدها في المشهد. ولو جينا نعالج الثغرة دي ونرقعها، فالنظرية بتقول ان صفاء بعد ما اتفقنا انها بشرية، فهي رغم انها حاملة لعهد قزح ومدسوسة على صابر، كانت بتقع في اوقات كتير نتيجة العشرة وحبها لصابر وسلام جوزها، وكانت بتخالف العهد اللي شايلاه وبتتوب وبتصلي. والنظرية بتقول انها لما كانت بتنمي حبها لصابر ولسلام وتخالف عهدها مع قزح كانت بتتعاقب. ومش بس كده، النظرية بتقول كمان انها في الاوقات اللي بتتوب فيها وتخالف العهد ده ذاكرتها بتتمسح تماما عن العهد، وبتنساه وبتنسى ان في حد اسمه سميح او قزح داسسها اصلا، وبتحس انها انسانة عارفة ربنا وطبيعية، فبتدي ردود فعل طبيعية وتذكر ربنا وتستعيذ بيه وتخاف لانها مش فاكرة انها عاصية ولا انها حاملة عهد، وبالتالي بيتسيطر عليها منهم وهي مش فاكرة السبب بتاع الاذى ده. وبعد العقاب ده بينها وبين نفسها برضو بيفكرها سميح بالعهد اللي خانته، فترجع تنتكس وترجع لعهدها وتفتكر العقاب والاذى وترجع لشرها تاني مع سميح. فبالتالي النظرية بتقول ان صفاء انسانة ضعيفة بتحارب بين حبها لصابر وتعلقها بيه وتدينها وبين عهدها اللي حملته عن جدودها من ستات عيلة الحارس مع سميح. دي كانت النظرية اللي بتصدق على كلام سميح وبتأكده. اما لو جينا للنظرية اللي بتشكك في كلام سميح، فالنظرية بتقول ان سميح كان فعلا موكل ناس يحملوا العهد ويلازموا المنتصر ونسله، ولكنهم ما كانوش بشر اصلا ومش من عيلة الحارس وما كملوش في حمل العهد لحد صابر اصلا. وبالتالي النظرية هنا بتقول ان صفاء مرات ابو صابر بني ادمة طبيعية جدا مش مدسوسة ولا من نسل شرير. وبناء عليه النظرية بتقول ان الست اللي كانت مع سميح مش صفاء اصلا، انما واحدة من اعوانه متجسدة في شكل انسية على شكل صفاء علشان تهز ثقة المداح في نفسه وفي كل الناس اللي حواليه حتى اقرب الناس، زي اللي كان بيتعمل في المواسم اللي قبل كده. زي كمان لما جاب له كل الاموات وهم مش الاموات الحقيقيين وما احياهمش يعني. والادله على الاحتمال ده برضه هي نفس الادله بتاعت ان الست صفاء في ال5 مواسم اللي فاتوا كانت بتتعرض لاذى لوحدها في مشاهد كتير وبتخاف وتذكر ربنا وتتلخبط في صابر، يعني مش اذى عقاب من مليكه فقط. فشوف بقى انت عاوز تستخدم الادله دي في اثبات انهي احتمال من الاثنين. وبناء عليه فالنظريه بتقول في الاحتمال ده ان الست صفاء الحقيقيه محبوسه في مكان تحت ايد سميح. قول لي انت بقى في التعليقات، هل انت شايف صفاء مدسوسه على صابر وكلام سميح صح، ولا انت شايف انها انسانه غلبانه واللي ظهرت دي مش هي واللي حكاه سميح كلام مضلل؟ اما لو اتكلمنا عن ابن صابر اللي ظهر في ايد صفاء، فالنظريه بتقول ان ده ابنه فعلا. النظريه بتقول ان ابن صابر ورث الهبات من ابوه، واستراتيجيه سميح علشان يستعيد قوته من بعد ما صابر هزمه من موسمين كانت انه يجمع الاطفال اللي عندهم قدرات خارقه وهبات ويخليهم يتبعوه. والنظريه بتقول انه هيقدمهم في نهايه الاحداث قربان يضمن بيه ظهور سيده اللي محبوس في الجبل اللي كان بيعتذر له، ولما يخرج سيده ده بفعل القرابين هيزود لقزح قدراته بالتبعيه فيرجعه احسن من الاول كمان. ومش همشي في سكه ان اللي محبوس في الجبل ده هو المسيح الدجال، ما تحلمش، مش هقولها ومش هقول حاجه ليها سند ديني. ولو اتكلمنا عن رحاب مرات صابر، فالنظريه بتقول ان سميح او قزح لما بدا يرجع بعد هزيمته من صابر رجع قريه صابر في الفيوم في فتره السنه اللي انقطعت عن ادراك صابر، فحرق قزح اغلب بيوت البلد وطفش اهل صابر واخد ابنه. ورحاب علشان تبقى جنب ابنها وخوفا عليه طلبت يخليها معاه علشان ابنها يبقى تحت عينيها حتى لو هتبيع نفسها في المقابل. وبالفعل وافق سميح وخلاها مع ابنها، ولكن خلاها ساحره وباعت اخرتها وكمان اتحالفت ضد صابر. والنظريه بتقول انها مع الوقت بعد ما كانت بتعمل كل ده علشان تبقى جنب ابنها حبت ده وطمعت فيه والكبر ملأ قلبها وبقت زي ما شفناها في الحلقات اللي فاتت بتقرا الطاروت للناس وهكذا. اما مالك فهو المرشد اللي بيساعد صابر كعاده كل المواسم، واللي بشكل غير مباشر ارشده لنار من خلالها ظهر
ظهر صندوق فرعوني لاحد الفراعنه الموحدين بالله، والصندوق ده فيه اماكن احجار وزمرد بيجمعهم صابر علشان يستعيد هباته. ولحد دلوقتي صابر جمع زمرده واحده من الاربعه، وباقي 3 وكلهم بيتجمعوا في اسوره بيلبسها صابر شبه بتاعه سانوس كده. النظريه بتقول كمان ان سميح بعد هزيمته من صابر اول مره بالسيف ما كانش يقدر يواجه صابر فيس تو فيس الا لما قدرات صابر تتسحب منه، فبالتالي سميح هو اللي عرض على صرمد انه يحرر تاج مقابل ان صرمد يعرض على صابر انه يضحي بقدراته، وصرمد بيقبل الاتفاق وبيطلب من صابر نزع قدراته وهباته بارادته في سبيل تحرير تاج، وبيوافق صابر وبتمشي الخطه زي ما عايز سميح. وده بيفسر ليه تاج كانت ساكته ومتبلده وبصل سميح ومش بتتكلم، لانها عارفه الاتفاق. شفت رقعت لك سوء تمثيل يسرى اللوزي كمان اهو يا عم، اي خدمه. وطبعا مش هحتاج اقول لك ان حوار تنوير اللي عاملينه ده بيرمي على تكوين بتاعه العلمانيين ويطلعوا متساقين من شيطان برضو، اللي هو غالبا هيطلع هو سميح الجلاد، لان المداح لازم يرتبط بترند كان معمول خلال السنه زي المواسم السابقه وترندات طلاق التيك توكرز وليلى عبد اللطيف والست اللي طبخت ابنها وغيره. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، وتقول لي في الكومنتات اخترت انهي احتمال عن الست صفاء، وتقول لي ترشيحاتك لباقي المسلسلات اللي عاوزنا نتكلم عنها. كل سنه وانتم طيبين وسلام. في تعليقين بس في النهاية حابب اضيفهم، ان السي جي اي البشع ده يعني القصة خسارة فيه. انا مش عارف ليه بنستخسر والله يا جماعة. المسلسل يجي منه ويبقى حاجة ملحمية بجد، هنوفر كام يعني؟ الراجل اللي بيعمل في اف اكس والحاجات دي هياخد كام يعني؟ التعليق التاني بس، انا شايف ان الفنان فتحي عبد الوهاب وهو لابس الطقم ده يبقى شبه الفنانة سلوى خطاب، تحديدا في الادوار اللي هي الصعيدي دي.